فطيرة الفطاطري بالسكر واللبن من أسرع الحاجات اللي ممكن تعمليها في البيت، طعمها حلو قوي ودايما بنطلبها من بره. بس احنا في البيت هنعملها بنص كيلو دقيق، هنعمل 5 فطاير، يعني مش هتكلفنا كتير، لكن لو اشتريناها من بره هتكلفنا كتير. والنتيجة طبعا مضمونة. ولو انت اول مرة تعملي الفطيرة دي تعالي شوفي الطريقة، هتطلع معاكي سهلة والنتيجة ممتازة. يلا بينا مع بعض نشوف المقادير. وبسم الله. في الاول كده هنحتاج نص كيلو دقيق، ما يعادل 4 كوبايات دقيق اللي هو مج الشاي الازاز. هننزل عليه بنص معلقة صغيرة ملح وكوباية مية. المية من الحنفية او ممكن تكون دافية بسيط، بس مش هنحط اكتر من كده. يعني دقيق وشوية ملح صغيرين والمية. هنلم العجينة وهنبتدي نحط شوية مية تاني. طب النص كيلو دقيق هياخد مية قد ايه؟ بياخد كوباية ونص، وممكن كوباية وتلت او كوباية وربع. فاحنا هنحط الاول كوباية، والنص كوباية اللي فاضل هننزل بيه شوية بشوية ونلم العجينة لحد ما العجينة تكتفي، ونحس كده ان معانا عجينة طرية وملمسها ناعم، وكده خلاص مش محتاجه ميه تاني. العجينه معايا طريه شويه، هحاول ان المها. بدهن ايدي بدهنه زيت بسيطه وبشيل العجينه من الطبق. لازم نعجنها كويس قوي لحد ما تبقى بالشكل ده. هندهن الرخامه دهنه زيت بسيطه وننزل بالعجينه ونلمها كده على شكل رول. بعد كده هنقطعها ل5 قطع. النص كيلو انا عملته 5 فطاير، انت ممكن تعمليه 4 وممكن 3. كل ما بتقللي العدد كل ما الفطيره بيكون حجمها اكبر. بعد كده بناخد قطعة العجين ونلفها على شكل كرة ونحطها على طبق مدهون بفرشة زيت، وندهن وش العجينة بفرشة زيت ونغطيها بكيس ونسيبها نص ساعة ترتاح. بعد النص ساعة بنحط معلقة زيت أو سمنة على الرخامة، ونجيب أول كرة احنا قطعناها ونحط على وشها معلقة سمنة أو معلقة زبدة سايحة، ونبتدي نفردها بالشكل ده. مش محتاجين مساحة كبيرة، احنا على الرخامة بس كده هنفردها بحجم معقول. وهنحط شوية سمنة كمان، يعني بنحط على وش العجينة تقريبا معلقتين سمنة أو زبدة، وممكن تحطي سمنة على زيت أو زبدة على زيت، ونطبقها بالشكل ده. بتطبقيها من الناحيتين، بعد كده تجيب الأطراف من فوق وتطبقيها برضو على شكل ظرف. وبنخلص ال5 فطاير. بعد ما بنخلص ال5 فطاير هنجيب الصينية اللي بنسوي فيها، هنحط فيها معلقتين سمنة أو أي مادة دهنية احنا هنشتغل بيها، ونجيب أول قطعة فردناها. تحطي على وشها شوية سمنة صغيرين وتبتدي تفرديها بالشكل ده. المهم ان لو لقيت العجينه بتلم معاكي سيبيها ترتاح دقيقه او دقيقتين تاني، بعد كده كملي فرد هتتفرد معاكي كويس. بس هنا انا كنت مستعجله علشان النور خلاص قرب يقطع. المهم ان انا فردت الفطيره بالشكل ده وهحطها على نار متوسطه. مجرد ما بنفردها في الصينيه بنروح نسويها على طول، بنخلي النار متوسطه ونسيب العجينه. اول ما تشمع كده بالشكل ده بنقلبها الناحيه التانيه، وتقدري تسوي فطيرتين مع بعض او 3 مع بعض. المهم هي شمعت بنقلبها الناحية التانية. أول ما بتاخد علامات بني من تحت بنقلبها برضو الناحية التانية. هنلاحظ إن طبقات الفطيرة بدأت تفصل من بعض وممكن تنتفخ وتعبي هوا كمان. قلبيها مرتين 3 لحد ما تاخد اللون الحلو ده. وزي ما انتم شايفين الفطيرة طرية جدا، بنشيلها من على النار ونسوي بقى الفطيرة. ودي الفطيرة اللي أنا سويتها والنور قاطع، منتفخة وطبقاتها منفصلة وجميلة جدا. بس طبعا النور قطع، أنا ما طلعتش باقي الفطير اللي صورته والنور قاطع. المهم اول ما نطلعها من على الصينيه وهي سخنه كده نرش عليها سكر بودره بالكميه المفضله لينا، ونحط على الوش شويه لبن. بس كده، هي دي فطيره الفطاطري بالسكر واللبن. دي الفطيره اللي بالسكر واللبن بس، احنا ما حطيناش حشو خالص. طريقه سهله وبسيطه ومش هتكلفك كتير. نص كيلو دقيق هتعملي 5 فطاير بحجم حلو، وكليها بألف هنا وحل بيها. وإن شاء الله لما هتجربي الطريقة دي هتعجبك قوي قوي، هتعملي أحلى فطير في البيت. والسلام عليكم.